السلام عليكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والضغط على الاشتراك في قناة براكسن فوت كورة تشجيعاً لنا لنستمر إن شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة براكسن فوا كورة. فهذا الفيديو غادي نهضروا على الماتش المرتقب بين المنتخب ديالنا والمنتخب ديال الغابون في تصفيات الكان 2025 اللي غادي تدار في المغرب. هذا الماتش غادي يتلعب نهار 15 من نوفمبر عام 2024 على 8 مساء بتوقيت المغرب، 7 مساء بتوقيت غرينتش، في الملعب ديال فرانسفيل في الغابون. هذا الملعب من أكبر الملاعب في البلاد وكيتسع لبزاف ديال الجمهور، وهذا الشيء غادي يخلق أجواء حماسية بلا شك. المنتخب ديالنا داخل هذا الماتش من بعد ما دار مردود قوي في الماتشات اللي فاتوا، وبين بلي هو من المنتخبات القوية ففريقية وباغي يكمل النتائج المزيانة باش يتأهل للبطولة اللي غادي تدار في بلاده. ولكن ما غاديش تكون سهلة، حيث المنتخب ديال الغابون عنده لاعبين مزيانين وجمهور كبير اللي غادي يحاول يدعم الفريق دياله باش يدير نتيجة مزيانة. بالنسبة للمشاهدين يمكن لكم تتابعوا الماتش على قناة BN Sports HD 5 وحتى على القناة المغربية أرياديا باش تشوفوا الماتش مباشرة بجودة عالية. شاركوا معانا في الكومنتات شنو هي التوقعات ديالكم للنتيجة، وشنو هي التشكيلة المثالية اللي بغيتوا تشوفوها من المدرب ديال المنتخب الوطني، وواش كتظنوا بلي الجمهور الغابوني غادي يأثر على مردود الفريقين. أمطار في وقت لاحق، كل هذه الأمور لم تمنع الجماهير من الحضور، كل شيء جاهز لبداية هذه المباراة، ونتمنى بالتأكيد أن يكون مستوى عالي، أن لا تؤثر هذه الأجواء على مردود الفريقين. أتمنى نشاهد مباراة كبيرة. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. قبل انطلاقة المباراة نبدأ دائما مع عزف النشيد. ننتقل إلى النشيد الوطني للمنتخب الآخر. إبراهيم دياز خطف الأضواء منذ صغر سنه وتواجده في مانشستر ومدريد. لا عجب أن موهبته الكبيرة تجذب الانتباه منذ سن صغيرة. اسلوبه داخل الملعب وسرعته، وأيضا من الصعب جدا خطف الكرة منه، تجعل له تأثير كبير عندما يتواجد على أرضية الملعب. المزيج الإسباني المغربي يجعل منه لاعب بخصائص رائعة، وأعتقد أن تواجده في الميدان يمكن أن يكون الحل في المواقف الصعبة، خصوصا في المساحات الضيقة.